من اشهر الاكلات اللي بتتعمل في فطار اول يوم عيد الاضحى هي الكبده وفتة اللحمه. عملنا مع بعض قبل كده الكبده باكتر من طريقه، هسيب ليكم لينكاتهم في صندوق الوصف ان شاء الله. والنهارده هنعمل مع بعض فتة اللحمه. فتة اللحمه كل واحده وليها طريقه ليها، بس النهارده ان شاء الله هعملها لكم بطريقه ماما، بطريقه بسيطه تقدري اي حد ان هي يعملها. لو اول مره تشوفوني وعجبتكم القناه انزلوا يلا اشتركوا، يلا بينا نبدا وصفتنا مع بعض. نوع اللحمة اللي هنستخدمها النهاردة اي نوع لحمة موجود عندك تقدري ان انتي تستخدميه، بس يفضل فتة اللحمة ان اللحمة بتاعتها تبقى ملبسة شوية زي ما بيقولوا كده. والخضار اللي هستخدمه هو بصل، استخدمت بصلاية كبيرة وجزراية والكرفس ماما بتشيله في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو والكرات بطلع منه على طول وهستخدمه للحمة. وهستخدم فلفل اسود تقدري تستخدميه حب لو انت عايزه، وهستخدم مستكه وقرفه وحبهان وورق لوري. في حله على النار هحط معلقه كبيره من السمنه البلدي. الوصفه دي او وصفه فتة اللحمه عامه بيفضل ان كل اللي تستخدميه فيها هو السمنه البلدي. وكل ما كانت حلوه كل ما كانت الاكله تبقى احلى. وهحط عليها المستكه والحبهان والقرفه وورق اللوري، هديهم تشويحه كده مع بعض لحد ما احس ان المستكه خلاص ساحت. هضيف على طول اللحمه بتاعتي. حته تشويح اللحمه دي انا بحب ان انا اعملها بحساب تدي نكهه اكتر للشوربه بتاعه اللحمه كمان. بتشيل الزفاره لو في زفاره، مع ان اللحمه دايما مبيبقاش زفارتها عاليه قوي، بس بجد يعني فكره التشويح عامه بتدي طعم جميل جدا للشوربه. وبعد ما بقلب اللحمه بضيف الفلفل الاسود. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي فلفل اسود حب لو انت مش حابه ان انت تضيفيه مطحون. وبعد ما شوحتها بضيف بقى البصل والكرات والكرفس والجزر، بديهم تقليبه مع بعض كده، بستنى شويه لحد ما اللحمه تتشوح عشان البصل ما يتحرقش مني هو والكرات، وبقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف المرقة بتاعتي او المية بتاعتي حسب بقى ان حجم اللحمة اللي انتي مستخدماه بتزودي المية، يا دوب المية اللي هي تغطي اللحمة كده، وبتوطي النار وتسيبي اللحمة تستوى. على ما اللحمة تستوى تعالى نعمل الرز بتاع الفتة. الرز بتاع الفتة دايما بيبقى متغير شوية عن الرز العادي اللي احنا بنعمله. انا بحب اشوح الرز، بحط معلقه كبيره من السمنه البلدي او معلقتين حسب الحجم الرز اللي انت هتستخدميه. انا استخدمت كوبايتين من الرز المصري اللي هو البلدي. وبعد كده بحط عليه نص بصلايه تنكهه، وبشيلها بعد كده لما الرز يستوي، وبحط عليه ورقتين لوري واربع فصوص حبهان، وبقلبهم مع بعض كويس لحد ما احس ان الرز بدأ ياخد لون اصفر كده. بملح الرز بتملحيه حسب الرغبة، وبحط معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض. لو مش متوفر عندك الفلفل الأبيض تقدري تضيفي الفلفل الأسود، وبقلبهم مع بعض كويس. وبحط العقد بتاعه اللي هو كوباية الرز المصري بتاخد كوباية من المية، وبحط في الآخر مكعب مرق، وبقلبهم مع بعض كويس. مكعب المرق ده اختياري. وبعد ما قلبتهم بسيب الرز ان هو يستوى، وزي ما انتم شايفين الرز بيبقى ما شاء الله جميل جدا ومفرفر او مفلفل، انا مش عارفه هي بتتقال ازاي، وكذا حد علق لي على الموضوع ده بس لحد دلوقتي مش عارفه هي بتتقال ايه بالظبط. وزي ما انتم شايفين كده بقى الرز ما شاء الله حلو. بشيل البصلايه وبيبقى جاهز للتقديم. تعالوا نشوف بقى هنعمل الصلصه ازاي. فتة اللحمة عشان تظبط معاكي لازم تظبطي كمية التوم وكمية الخل اللي بتعمليه بيهم. يعني في ناس كتير بتشتكي ان التوم يجي كتير الخل يجي قليل، فهقولك المعيار المظبوط بيبقى عامل ازاي عشان يديكي احلى فليفر للتوم. تدقيه زي ما انا بعمل كده، بس طبعا لو مش حابه تدقيه تقدري تعمليه في الكبه او تقدري تقطعيه بالسكينه. بضيف عليها بقى وانا بفرمه كده معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. لو عندك حب كمان يفضل ان هي تكون حب وتدقيها مع الثوم من الاول، معلقه لمعلقتين يعني. وبعد ما عملتهم الاتنين مع بعض كده معلقتين سمنه بلدي كده بقى في طاسه، واحط عليهم الثوم. استخدمت 3/4 كميه الثوم اللي انا استخدمتها. انا استخدمت راس توم، استخدمت منها 3/4 بس، ضفتهم للصلصه، وهقول لكم الربع اللي فاضل استخدمته في ايه بعد كده. معجون الطماطم اللي هستخدمه بستخدم على طول بتاع بس ده برضو حلو قوي، لونه احمر كده والطعم بتاعه بيبقى حلو.
هحط منه معلقتين كبار، وبعد كده هشوحهم مع الثوم والكزبرة. الريحة مش قادرة اقول لكم بتكون عاملة ازاي. وبعد كده بقلبهم مع بعض كويس، وبعدين بملحها. هستخدم ملح، معلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح تقدري تضيفي على قد الكمية اللي هتكوني عاملاها او حسب الرغبة يعني. وبعدين بضيف رشة من الشطة. لو الشطة بتاعتك مش حامية قوي تقدري تضيفي معلقة. وضفت معلقة صغيرة من الكمون. وحاولوا ان انتم ما تزودوش الكمون لان الكمون الزيادة بيمرر الاكل. وضفت 5 معالق من الخل زي ما قلت لكم عشان تظبط معاكم. لازم تعادلي الطعم بتاع الخل بالظبط. فالخمس معالق حوالي ربع فنجان من الخل. بس تقدر تضيفيهم بالمعلقه هتبقى ابسط شويه. وبعد كده بضيف عليهم نص لتر من عصير الطماطم. عصير الطماطم انا بحب اضرب الطماطميه على بعضها، مش بشيل القشر بتاعها. بس تضربيها ضرب كويس بحيث ان القشر ما يبقاش باين. وبسيبها تتسبك مع بعضها، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بعد لما اتسبكت ده بيكون القوام بتاعها. بتكون مظبوطه كده، مش مسبكه بس ولا صيصه ولا متسبكه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هنجهز العيش. العيش بتاع فتة اللحمه بيكون العيش البلدي. بمسكه بالمقص كده وبقطعه عشان اسهل عليا الموضوع. وبحطهم كلهم في صينيه. استخدمت حوالي رغيفين ونص من العيش البلدي. وبضيف عليهم بقى معلقتين من السمنة البلدي بسيحهم. واضيف عليهم الربع كمية الثوم بالكزبرة اللي انا سبتهم في الاول. وبضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون. وبمعلقة كده بقى ببدأ ان انا اضيفهم على العيش كله. وبقلبهم كويس مع بعض. تقدري تقلبيهم بايديكي. وبعد كده بحطهم في الفرن تحت الشواية. وده بيكون شكلهم بعد لما خلصت. دلوقتي بقى شوف اللحمة بعد لما استوت بقت عاملة ازاي. ما شاء الله استوت وبقت جميلة. وطبعا طول ما هي بتستوي في الاول بتشيلي الريم من عليها. وطريقة سهلة ان انت تشيلي الريم من على وش اللحمة. بتجيبي ورق المناديل بتاع المطبخ اللي هي بتبقى تقيلة دي، بتحطيها على الوش وبتشيليها. دي اسهل طريقة تشيلي بيها الريم من اللحمة. وعشان احمر اللحمة بحط معلقة ونص او معلقتين من السمنة البلدي وعليهم معلقة صغيرة من زيت الزيتون. وبعد كده بحط اللحمة بتاعتي تتحمر. هي اوريدي اللحمة بتبقى واخدة لون كده من التشويحة في الاول يعني. ممكن اساسا لو مش حابة ان انت تحمريها تقدري تحطيها على طول. بس بحب ان التحمير بيديها طعم اكتر كمان. في طبق كبير بقى هحط الرز بتاعي. كمية الرز بتاعتي كلها. وبضيف على الطروف كده العيش. طبعا طريقة التقديم برضو اختياري، وكل واحدة ليها طريقة التزويق بتاعتها. وزي ما قلت لكم في الاول ان كل واحدة ليها نفس وكل واحدة ليها طريقة في فتة اللحمة. وبعد كده بقى بجيب الصلصة وبحطها بالشكل ده. وبقدم طبق جانبي كده تحطي فيه صلصة للي عايز زيادة. وطبعا كمان بتقدمي شوربة. وبعد كده بقى بتحطي اللحمة بعد لما حمرتها. بحطها كلها في النص بالشكل ده. فتة اللحمة من اسهل الوصفات اللي انتوا تقدروا تعملوها، واللي بتحسس كل البيوت ان عيد الاضحى جه. ويا رب يكون النهاردة قدرت ان انا افيدكم بطريقتها وتطبقوها. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب. وباي باي.